السلام عليكم، يا اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم بيت سوبر مامي، وده فيديو جديد. طبعا كلنا طالعين من الاعياد، الدنيا يعني ملخبطه جدا، مصروف البيت طبعا بقى مش مظبوط خالص. المشتريات طبعا في حاجات ناقصتنا لان المحلات قفلت فتره كبيره. فتعالوا نعمل النهارده مجموعه من الاكلات تقدروا تحتفظوا بيها في التلاجة، والتكلفه بتاعتها ان شاء الله تكون يعني كويسه ومتسيطر عليها. طيب دول تقريبا يعني بصوا 200 جرام او اقل، يعني هم 150 جرام من الدجاج. انا مقطعاهم شرايح رفيعه جدا. ودي الوصفه الاولى. معايا هنا الدجاج متبل، هقول لكم ازاي. ولبن والبشاميل اللي احنا عاملينه مع بعض، ومكرونه اللي هي الشريط اللي هي بنسميها احنا نجرسكو لما بنحب نعمل، او فوتوتشين. في حله على النار هحط ميه، وهحط عليها رشه من الملح، وهنسلق المكرونه. طيب الوصفة دي هتعمل لكم الطبق اللي حضراتكم هتشوفوه يكفي فردين، يعني 150 جرام ومليان فراخ، يعني مليان فراخ حشوة يعني. طبعا عشان انتوا لو عايزين تقللوا في التكاليف، انا هقول لكم كل الافكار اللي ممكن تبدلوا وتوفقوا فيها، بحيث ان انتوا تدخلوا بروتين بس مش بكميات كبيرة، عشان طبعا الناس كلها طالعة من رمضان واللحوم والكلام ده زهقت من اللحمة اولا. وثانيا التكلفة طبعا بقت عالية قوي، لان اللحمة هي سعرها مرتفع. طيب اول حاجة هعملها ان انا هغلي المية بحيث ان انا اسلق المكرونة. هنا حطيت كوبايتين من اللبن، يعني كوبايه لبن وكوبايه ميه او شوربه او اي حاجه، وحطيت عليها معلقتين كبار مليانين. بصوا انا بقيس الصراحه البشاميل بالجرام، بس هقول لكم يعني هم تقريبا 3 معالق كبار مليانين من خلطه البشاميل اللي انا عاملاها معاكم، هم تقريبا حوالي 60 جرام. يعني انا بقيس البشاميل اللي انا عاملاه معاكم البودره عشان اظبط المقادير على كوبايتين سوائل، سواء لبن على ميه او كله لبن اللي تحبيه. تمام، بقلبه كده على البارد، وهنقله على العين التانية من البوتاجاز، وهسيبه لغايه ما يلف وايدي فيه طبعا بالويسك. خلطة البشاميل اللي موجودة في فيديوهاتي وعملتها معاكم كتير جدا، هي بودرة البشاميل، وفيها تركة حلوة جدا ان شاء الله. يعني هشوفوا الفيديو هحطه لكم، وهتلاقوه موجود في فيديوهاتي بإذن الله. طيب هنجيب طاسة على النار، هنحط فيها معلقة من السمنة او الزيت او الزبدة، او اي مادة دهنية انتوا بتحبوها. انا الصراحة في النجريسكو، لان انا يعني مش حاطة سمنة خالص في الوصفة، سواء في البشاميل او في اي حاجة، فهحط معلقة صغيرة من السمنة اعمل بيها اشوح بيها صدور الدجاج بتاعتي. تمام كده. طيب لو انا عايزه اوفر واعمل بقى صينيه كبيره، يعني دلوقتي احنا عاملين صينيه صغيره هتشوفوها حضراتكم. طب لو انا عايزه اعمل صينيه كبيره، يا اما هضاعف كميه الدجاج. متبل ازاي؟ عباره عن توم مفروم، وحط عليه بابريكا حمراء زي ما انتم شايفين كده، وحط عليه جنزبيل بودره، حط عليه ملح وفلفل اسود، شطه طبعا لو عاوزه، لو مش عايزه خلاص. وحط عليه جنزبيل بودرة، قلت خلاص يبقى صح كده، وبصل باودر. تمام. طيب عايزة تضيفي زعتر ضيفي، مش عايزة تضيفي خلاص. وطبعا ملح. هنشوحها كده، ننزلها على قطعة السمنة لما تسيح خالص، عشان بسرعة ما تنزلش ميه. شفتوا اللي حصل؟ بوريكم، شفتوا؟ المهم فالمهم يعني خلي بالكم انتوا بتشتغلوا في المطبخ. المهم فبعدين احنا بعد ما بنشوحها كويس جدا هنبتدي ناخدها، ونبتدي نسيبها تبرد شويه، ونعمل الوصفه نكملها. طيب افرضي انت عايزه تزودي كميه الفراخ دي هم اللي عندك، ممكن تزوديها بمشروم، بتطلع حلوه جدا برضو جدا يعني. ممكن تزوديها بسبانخ، بتطلع برضو حلوه جدا. تفتحي كده كيس سبانخ من اللي انت مفرزاه، وتنزليه بعد الفراخ، يعني الاول تشوحي الفراخ وبعدين تنزلي في نفس الطاسه شويه من فص من الثوم وشويه من السبانخ، هتبقى صينيه كبيره بقى. الصينيه دي تكفي فردين، لو قسمتوها كده بالنص بعينكم وانا بكلمكم تكفي فردين كويس يعني. فطبعا لو انت عايزه تضعفي الكميات هتضعفي. انا خدت نص كيس المكرونه بس، وخدت كوبايتين من اللبن. لو انت هتعملي الصينيه اللي هي ضعف دي، هتعملي الكيس كله بتاع المكرونه اللي هو 400 جرام او 500 450 جرام، وهتعملي كيلو من اللبن عليه حوالي 6 معالق كبار من خلطه البشاميل اللي احنا عاملينها مع بعض. طيب انا بص، مجرد ان انا بس بخلطهم مع بعض كده في الصينيه، وانا عامله الصينيه دي عشان تخش البتاع ده الفريزر، لان انا بحب يعني اجهز كام وصفه كده احطهم في الفريزر، بحيث ان انت ما عندكيش وقت، نزلتي بقى شغل، الصيف جاي طبعا، فالوصفات دي ان شاء الله هتلاقوني بعملها معاكم كتير، هتشجعكم وتخليكم برضو يعني ما تكسلوش، لان الجو بيبقى حر مبقاش قادرين نقف في المطبخ. طيب احنا بعد ما عملنا البشاميل اللي شايفين تقله، عايزينه بقى اتقل، عايزينه اخف، دي حاجه ترجع لكم. طبعا البودره البشاميل اللي انا عاملاها معاكم متبهره وعليها كل حاجه، ما ضفتش اي حاجه خالص، هي مجرد هي واللبن بس. تمام كده. طيب هنغطي كل الصينيه بتاعتنا
والصواني دي مفيش مشكله منها، ما تقلقوش منها خالص. في ناس بتخاف منها انها تقول مش صحيه او كده، لا يعني هو استخدام مش كتير يعني. عايزه تحطيها في صينيه بايركس، صينيه اي صينيه حطيها، بس الصراحه الصواني البايركس والحاجات دي بتبقى تقيله جدا على الديب فريزر يعني، وفريزر التلاجة بتبقى تقيله يعني. وبرضه بنخاف انها تتكسر. طيب هنسويها سوا كامل كامل. ولما احب اطلعها بقى من الفريزر، هطلعها من الفريزر اسيبها تهدى خالص، تفك تماما يعني، تمام. وادخلها الميكرويف او الفرن تسخن، بس مجرد انها تسخن. هنحط على الوش كده شويه من الموتزاريلا وندخلها الفرن على الرف اللي في الوسط. هتاخد ربع ساعه يعني، مش تاخد غير ربع ساعه، لان كل حاجه مستويه. انا مجرد بس عايزه الجبنه تسيح والبشاميل يدخل جوه المكرونه، ويعني تبقى طريه كده، تمام. معرفش ليه الناس بتحط المكرونه بالبشاميل والنجريسكو والحاجات دي ساعه الا ربع. لا، ما هي كل مكونات مستويه، حتى لو انت عاملاها مكرونه بشاميل هتبقى مستويه. فوجبه زي دي مش مكلفه خالص. ولو عملتي طبقين زي دول، او عملتي صينيه كبيره واستخدمتي 300 جرام من الفراخ بس، هتبقى وجبه حلوه جدا. وعملتي خليط من اللبن والميه، فهتبقى ممتازه جدا. فدي كده من ضمن الافكار الحلوه اللي احنا ممكن نوفر بيها بعد الاعياد والحاجات اللي زي كده. لو انت عايزه تعمليها تخلي فيها السبانخ، فهتقللي كميه اللحمه. لو الفراخ، لو عايز تعمليها بالمشروم هتقللي. بصوا هنا انا عديتها وش حلو محمر بالشكل ده، حمرت وشها بتبقى حلوه جدا، بتطلع تسخن فقط تسخن. وهنا الوصفه التانية اللي احنا هنعملها في المقطع الجاي ان شاء الله من الفيديو، وبرضه هستخدم فيها كميه لحمه قليله جدا. طيب النهارده احنا بنقول افكار، مجرد افكار بس، وانتوا طبعا تقدروا تختاروا اللي انتوا عاوزينه من الوصفات. شايفين اصابات العمل؟ طيب هنجيب بروكلي. البروكلي موجود في السوق، الصراحه انا لقيته بالصدفه. طيب سيبكم بروكلي بقى، تعالوا نعمل تتبيله اللحمه. انا عملتها معاكم قبل كده فمش عايزه اعيدها تاني. هي عباره عن ايه؟ حطيت اللحمه، قطعتها شرايط رفيعه جدا جدا، وانتركوت يعني، او اي لحمه رفيع يعني بفتيك. قطعتها رفيعه جدا، وحطيت عليها معلقه من البيكربونات الصوديوم، ربع معلقه بالظبط من بيكربونات الصوديوم، ومعلقه صغيره من الخل. بتدي طراوه فظيعه للحمه. خلاص ما تخافوش منها، مش تعمل اي حاجه، اغلب المطاعم بتعملها. والوصفه دي مشهوره بالتكنيك ده، اسمها مانجوليان بيف لو عايزين تعرفوا اسمها كمان. بنحط عليها معلقه من النشا، ومعلقه من الصويا صوص، ومعلقه من الزيت، بس كده. خلاص كده، وتوم. تمام. يبقى تبلنا اللحمه بربع معلقه من البيكربونات الصوديوم، عليها نص معلقه من الخل. عملوا فوران كده، نزلت عليهم معلقه من الصويا، ونزلت عليهم معلقه من النشا، ومعلقه من الثوم. نفس الكلام هعمله بس من غير الخل طبعا. هحط هنا نشا وعليه ميه، وهحط عليه معلقه برضو من الصويا صوص، وهحط عليه جنزبيل بودره، تمام. ده الصوص اللي انا هزود بيه اللحمه عشان تبقى ليها صوص، وتتقدم بقى مع رز. ممكن نقدمها على فكره مع المكرونه الاسباجيتي، مع النودلز، او المكرونه اللي احنا لسه عاملينها اللي هي بتاعت النجريسكو دي، اللي هي فوتوتشيني، عشان تبقى محمله شويه فتشيل الصوص. طيب هنجيب الوok او الطاسه، نحطها على بوتاجاز، هنحط فيها زيت لان دي بقى لحمه، فمش هينفع احط سمنه. فهسيبها تسخن، وهبتدي انزل اللحمه بتاعتي. اللحمه بتاعتك تقدري تتبليها نص ساعه ساعه، مفيش مشكله. برضو احنا المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات عملت معاكم اللحمه مشويه شويتها بالايه، بالكيوي، وكانت طريه جدا جدا جدا. فاحنا بنحاول نعمل وصفات تكون فيها يعني حاجات نطري بيها اللحمه، علشان يعني ايه ما تاخدش وقت مننا من السوا. خلاص كده. وطبعا ممكن على فكرة انا كنت استبدل بيكربونات الصوديوم، ممكن كنت استبدلها بالايه بالكيوي برضو، بس ما كانش عندي الصراحة. طيب هنا حطيت الثوم، هديله تشويحة بسيطة كده بس لونه يفتح يعني، مش هحمره، لا خلي بالك ما تحرقيهوش. هي الوصفة ما فيهاش اي حاجة يعني، صويا صوص، اغلب بيوتنا دلوقتي بقى فيها صويا صوص. هننزل اللحمة طبعا متغلفة بنشا، فهتديها زي تقل شوية. طبعا اللحمة عشان اتبلت بالطريقة دي، فهتلاقوها مش هتاخد 10 دقايق في التشويح. هنا انتوا بتعملوا كمية كبيرة، احنا مقطعين اللحمة قطع صغيرة، وهنحط لها بروكلي وكلام من ده. وممكن كمان برضو نضيف مشروم. بصوا انا دايما بحاول الوصفات اللي بشرحها لكم اقول لكم ايه اللي ممكن ازوده ويزود لي كمية اللحمة، بس مش بطريقة مش صحية يعني. أنا لو زودت بروكلي، لو زودت مشروم، يبقى الحاجات صحية. تمام. ممكن تزودي فلفل الوان. هنا بعد ما خلاص دخلت في السوا اللحمة، خدتش ربع ساعة تلت ساعة الصراحة، نزلت عليها الخليط السائل اللي انا كنت عاملاه معاكم، اللي هو نشا ومية وصويا
وجنزبيل بودره. وخلي بالكم بقى من الملح وظبطته، لان احنا حاطين صويا صوص. تمام. المفروض الوصفه دي فيها صوص محار، بس عادي يعني استغنوا عنه لو ما عندكوش. طيب هنا بزود كميه ميه ليه؟ لان انا البروكلي مش سلقاه، ممكن طبعا تسلقيه بس انا مش سلقاه. ليه بقى؟ علشان يبقى ياخد سوا مع الصوص ده ويشربه. تمام، ما يبقاش طري يعني. فانا مجرد بس غسلته. ولو ما عندكيش طبعا هتستخدمي بروكلي مجمد، تنزليه وهو مجمد في اخر غلوه. ولو ما عندكيش لا ده ولا ده تستخدمي ممكن الفلفل الالوان. تمام. طيب هنا بعد ما خلاص اتسبكت هنحطها في علبة، برضو نقدر نحطها في التلاجة ما يجرالهاش اي حاجة خالص، ونقدمها زي ما قلت لكم مع رز ابيض نسخنها، وممكن تدخل الفريزر برضو ما يجرالهاش اي حاجة. هرش عليها شوية من السمسم، والسمسم هنا شكل وطعم، وبيميز الاكل الاسيوي السمسم طبعا. وكمان في قيمة غذائية، يعني في فيتامينات الكالسيوم تقريبا السمسم. خلاص كده. طيب هنا انتوا برضو لو تلاحظوا كمية اللحمة لما بتتعمل شرايط فهي ايه بتديكي كمية كبيرة، لكن لما بتتقطع قطعة واحدة كده تقدميها خلاص بتبقى باينة انك قدمتي قطع صغيرة. لكن ان احنا نقطعها شبه الشاورما كده بتديني افكار حلوة للوصفات. بحب قوي التقطيعة دي سواء في الفراخ او في اللحمة، اللي هي الشرايط الرفيعة، بطلع منها وصفات كتير الصراحة. طيب بصوا، ممكن تعملوا وصفة برضو لو انتوا مش عايزين تاكلوا لحوم. هتجيبوا المكرونة، نفس المكرونة اللي احنا سلقينها، وقلبتها مع معلقة بس من البشاميل عشان مش عايزة يعني اخد بشاميل. وبرضو هحط البروكلي ني. تمام. ودي علبة مايكروويف. العلبة دي الصراحة بتاعت تابر وير، او حطيها في اي علبة بايركس، اي طبق بايركس، اي طبق حتى. وقلبت المكرونة دي مع المسلوقة مع معلقة من البشاميل بس. وحطيت البروكلي الني زي ما هو، وهضيف عليها شوية من الجبنة الموتزاريلا. هدخلها الميكرويف دقيقتين، بقى عندك وجبة. فشايفين السرعة يعني. وبرده وجبة موفرة جدا. ممكن لو عندك مشروم تضيفي عليها مشروم، بس انا ما عنديش مشروم يعني الصراحة. هرش شوية كده طبعا من الجبنة الموتزاريلا، واظبطي بقى الملح والفلفل الاسود بتاعك. وجبة سهلة وسريعة وصيفي بالدرجة الأولى. ممكن بدل البروكلي تحطي بتاع ده فلفل ألوان. ممكن بدل البروكلي تحطي سبانخ برضو، وهي مجمدة عادي. تمام. فادي النجريسكو اهي عملناها بكميه فراخ شويه جدا. وادي المنجوليان بيف، او اللي هي بالطريقه الاسيوي بالبروكلي. فان شاء الله الوصفات تعجبكم يعني وتجربوها، ان انتوا تعملوا وصفات للاعياد او توفروا بعد العيد. ففي حاجات افكار كتير جدا للتوفير بعد العيد. تمام. ممكن طبعا تعملوا كذا يوم من غير وصفات بقى فيها لحوم خالص. هنا الهمبرجر برضو من الوصفات الحلوة جدا. انا مش الصراحة مش بضيف له حاجة غير ملح وفلفل اسود بس. تمام. وبرضو بنعجنه كويس قوي في الكبة، وبنحطه بين يعني كيسين زي ما انتم شايفين كده. وبعمله ايه؟ بعمله يعني عارفين بتاعت المكبس ده. فطبعا انتوا لما بتعملوا البرجر برضو ممكن تعملوا يوم سندوتشات. واخده بالك ازاي؟ كل واحد هياخد سندوتش واحد بس، لان السندوتش تحطي فيه جبنه وخس ومش عارفه كاتشب ومش عارف ايه، فيبقى السندوتش مشبع الصراحه. برضو اللحمه المفرومه ليها افكار كتير قوي بتوفر معانا في الاكل. فالاعياد بعدها يعني اكيد اللي جاي عنده لحمه او كده ممكن يستفاد قوي من اللحمه اللي عنده، ان يطلعها في اكتر من وصفه. واللحمه المفرومه ازاي يستفاد منها؟ دي برضو وصفه تعجبكم جدا وموفره جدا وما فيهاش اي تكاليف. بصله صغيره مفرومه، نزلت عليها عصير طماطم، وهنزل عليها اي خضار انا بحبه. تمام. اي خضار انت بتحبيه، بسله، بطاطس، اي نوع خضار بتحبيه اعمليه. تمام. فالوصفه دي برضو بنستفاد بيها باللحمه اللي احنا عاملينها عصاك كنا قبل العيد. لو تفتكروا انا كنت اشتريت معاكم اللحمه، قلت لكم انا عصقت كميه لحمه وشلتها في الفريزر. هستخدمها في وصفتين النهارده. كنت عامله نص كيلو لحمه مفرومه محولاه العصاج، وحاطه له نص كيلو بصل. فبصوا الوصفه دي بقى، حطينا اي نوع خضار زي ما انتم شايفين اهو. نزلنا الخضار بتاعنا مجمد زي ما هو على الصلصه، وهنسويها عادي كانك بتسوي خضار عادي. طيب فين بقى اللحمه اللي في الموضوع؟ بعد ما تخلص خالص الخضار بتاعك، او هو على بوتاجاز عادي يعني اللي تحبيه. بس انا الصراحه عشان ايه يعني اتحكم في كميه اللحوم المحطوطه يعني. عشان في يعني في ناس ما بتاكلش الخضار باللحوم. تمام. فاهو بصوا حطيت عليه اللحمه المفرومه اللي احنا معصجينها كده. بقى عندك علبه فاصوليا او كوسه، او اي نوع خضار. يعني اي نوع خضار انت طبخه، ميكس خضار، تورلي، اي نوع.
باللحمه المفرومه مغذي جدا. تقدمي معاه رز ابيض زي ما هتشوفوا دلوقتي. فالرز الابيض برضو ممكن تعملي حله كبيره وتقسميها على تحطيها في علبه في التلاجة وتسحبي منها كل يوم. الوجبه دي ممكن تدخليها في الفريزر زي ما هي، مش هيجرى لها اي حاجه برضو. تمام. اخر وصفه هنعملها مع بعض برضو بالنص كيلو لحمه مفرومه اللي احنا عملناه قبل العيد. هعمل رقاق، وهنعمل رقاق النهارده الطري، لان الرقاق الطري الصراحه انا بحبه اكتر. برضو من ضمن الافكار اللي بتوفر معاكي جدا يبقى عندك كيس من الشوربه، شوربه لحمه، اي شوربه. دي شوربه لحمه الصراحه، وتبقي حاطاه في الفريزر كده ينفع تعملي بيه وصفات. يعني انا دايما اشيله عشان الرقاق بالذات. فهنا بقى انا بحط شوربه وبحط لبن. انا بعمل رواية طري باللبن، بيديله طعم حلو جدا، وبحب اللبن اكتر من الشوربه كمان لان بيديله طعم وطراوه. هنا عملت علبه كبيره اهي حلوه من الرز الابيض، تقدري تستخدميها جنب الوصفه بتاعت اللحمه بالبروكلي، وممكن تستخدميها جنب صنف الخضار اللي باللحمه المفرومه. تمام كده. بعد ما خلاص سخنا الشوربه بتاعتنا، حطيت عليها معلقه من السمنه، وجبت الصينيه بتاعتي حطيت فيها برضو معلقه من السمنه. هنجيب الرواية الطري، هو الكيس بيكون فيه 8. تمام. اي نوع بقى انتوا بتحبوه، اي محل انتوا بتجيبوا منه اللي تحب، يعني اللي انتوا الرواية الطري اللي بتحبوه. هو سهل على فكرة. وانا يعني ساعات بعمله، بس طبعا فترة الاعياد دي كانت زحمة قوي، فانا ان شاء الله ابقى اعمله معاكم بعد العيد. خلاص بناخد بالكبشة كده معلقة بس من خليط اللبن مع الشوربة مع الايه مع السمنة، معلقة السمنة. وانا مش مكترة، انا حاطة معلقة سمنة واحدة بس لكل الصينية دي. صراحة الرواق ده نوعه حلو جدا وريحته فعلا حلوة جدا. يعني معمول بالسمنه بجد يعني. طيب هنسقي بشويش كده ونبتدي نوزع بالفرشه. ما تسقيش جامد بقى لان ده مش رقاق ناشف، ده رقاق طري. فلو انت زودتي الشوربه فيه هتلاقيه يعني باش منك قوي. فهتشوفوا شكله في نهايه الفيديو يعني. طيب فدي برضو فكره حلوه قوي، تعملوا جنبه علب طبق سلطه حلو محترم مخللات، ويبقى وجبه حلوه جدا تستخدمي فيها لحمه مفرومه كميه قليله قوي. يعني انا جبت نص كيلو لحمه مفرومه اهو قدامكم، عملت بيه رقاق وعملت بيه صنف خضار. خلاص. كنا معصجينه قبل رمضان مع بعض. كان فيه فلفل وكان فيه بصل وكان فيه بتاع ده فلفل اخضر مفروم، وكان فيه بصل. نص كيلو بصل على نص كيلو لحمه مفرومه. وكان فيه 7 بهارات وبس كده، وفلفل اسود طبعا وملح وقرفه لحمه، يعني قرفه على طول. فهنا هنحط 4 طبقات تحت، وبعدين هنحط ايه الحشوه اللحمه بتاعتنا، وهنحط 4 طبقات فوق. انا هو بس كان طالع لسه يعني من الفريزر وكده. ما تسخنوش ولا حاجه لان كله هيخش الفرن. هتولعي الفرن بتاعك لو الكهرباء على درجه حراره 230. بالنسبه لفرني انا الكهرباء 230 من فوق ومن تحت والايه والمروحه. انا في حد قال لي عملنا ريفيو عنه، فحاضر هعمل لكم عنه ريفيو، لان هو ليه طريقه كده في الظبط معينه هشرحها لكم اللي عنده فرن زي بتاعي يعني. هو ماركته سميفر تركي، هو فرن كويس ما شاء الله. بس هنحط بقى ايه ال4 طبقات تانيين. في ناس بقى متعوده انها تحط ما بين كل طبقه وطبقه سمنه، لا انا ما بعملش كده صراحه خالص، لان كده صينيه الرقاق هتبقى مميته يعني. لا احنا بحط بس سمنه معلقه على كل. هنا بقى كان عندي شويه من القشطه او الكريمه اللباني، يعني اي حاجه. انا استخدمت بقيه علبه الكريمه الريفي اللي انا بقالي كذا فيديو بستخدمها معاكم. ليه بقى؟ يعني هي علبه صغيره جدا تقريبا 200 جرام، بس انا مش باخدها كلها، انا باخد منها شويه وارجعها الفريزر تاني، ما يجرالهاش اي حاجه. ممكن تحطي قشطة اللبن برضو بتبقى جميلة جدا. انا بس عشان عندي بقى وعايزة خلاص يعني ايه، عايزة اخلص منها بقى. هندهن وشه كده. هنولع الفرن طبعا وندخله. لو فرن غاز هتفتحيه من تحت وفي الاخر الشواية. هتقطعيه بقى مثلثات زي ما انت شايفة كده. عايزة تقطعيه مربعات زي ما انت عايزة. يطلع كمية كويسة جدا، يعني كل فرد ممكن ياخد قطعتين وجنبها طبق سلطة، يبقى مية مية يعني. وجبة حلوة وجميلة جدا. بس هي طبعا بصوا يعني قيسي ورقة الرقاق مقاسها بالنسبة للصينية اللي انت ناوية تخبزي فيها ان شاء الله. اهي بصوا دي ريفي حلوة جدا، الكريمة دي خطيرة يعني طعمها حلو جدا. بعد ما يطلع بقى انت بقى هنا متحكمة، عايزاه ناشف ولا مقرمش. لو انت عايزاه سطحه مقرمش يبقى ما تغطيهوش، سيبيه كده. لكن لو انت عايزاه سطحه اللي فوق طري، ادهنيه معلقة من اللبن وغطيه بفوطة ولا حاجة وسيبيه شوية هيطرى. لا بس احنا بنحبه اللي هو لا مقرمش قوي ولا ناشف قوي يعني. بصوا اهو، شايفين شكله اهو.
هفتحه لكم برضه عشان تشوفوا. بصوا مورق ازاي. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم والوصفات عجبتكم. اشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام.